جربي بقى الطريقة الخطيرة دي وادعيلي. سمي الله، صلي على الرسول، شجعي اختك بلايك، وتعالي النهاردة نعمل اللحمة بطريقة حلوة جدا ان شاء الله تشرفك بقى. لو عندك عزومة او عشان العيد، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نشوف هنعمل ايه. في البداية عندي حلة فيها مية بتغلي عشان نسلق اللحمة. وانا بسلق اللحمة اجيب حتة لحمة تكون طرية. دي كده حتة كانت من الكتف. الموزة طرية، الريش طرية. في حتت كده بتكون طرية، ما تجيبيش بس وش الفخدة عشان ده بيبقى للفرن. حطيت فيها بصلاية، وحطيت شوية من ورق اللوري وملح وفلفل اسمر، وسبت اللحمة دي تتسلق كويس جدا. جبت بقى طاسة خارجية تانية وحطيت فيها قطعة من اللي ده حتة من المنديل اللي هو الضاني. ممكن تحطوا زيت، ممكن زبدة، ممكن سمنة، براحتكم اي مادة دهنية. ولكن انا حبيت احط فيها حتة كده من اللي هي الضاني، هتخليها حلو قوي. دي حتة من المنديل اللي هو بيتعمل طرب. عندي 3 بصلات مقطعاهم لسلايتس بالشكل ده. وهنا انا عايزة البصل يدبل فقط، مش عايزاه يلون خالص. اول ما نزلت بالبصل كده حطيت له شوية فلفل اسمر عشان يدوله ريحة حلوة مع حتة اللي دي. شوفوا بقى كده الريحة بتكون جميلة جدا. هقلب بقى في البصل لغاية ما يدبل، وهنزل عليهم بقى بكام واحدة كده من الفلفل الاخضر والالوان، وهقلبهم برضو لغاية الفلفل ما يدبل معايا. طبعا خلي ايدك فيه عشان مفيش حاجة منهم تلون، يعني خليكي دايما باستمرار كده تقلبي فيهم. اول ما الفلفل يدبل معايا هنزل بفصين حلوين من التوم. احط بس شوية من الملح وشوية من السبع بهارات وفصين حلوين من التوم مفرومين ناعم. احط بقى ورق لوري وعود من القرفة. وطبعا اي بهارات او اي مطيبات بتحبوا تحطوها حطوها، يعني ممكن تحطوا حبهان مطحون او سليم زي ما هو. فصين مستكة اللي عندكم بتحبوه حطوه، هتديها طعم حلو قوي. في الوقت ده هجيب معلقتين من الصلصة اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض، او صلصة معلبة عادي جدا. اول ما تسبك الصلصة هنزل عليها باللحمة اللي كنا سالقينها بعد ما اتسلقت كويس قوي. حطيت بقى شوية فلفل حامي كده، دول اختياري ممكن تستغنوا عنهم. حطيت شوية من الشوربة واحطها على الشواية شوية، تاخد بقى اللون الحلو اللي انتوا شايفينه كده. يا دوب بس كده لونها من فوق ايه، آه يعني يتلون كده شوية. بصوا هي طبعا مش عايزة اقول لكم عنها ان هي حلوة، وجربوها على ضمانتي هتعجبكم قوي وتفتح النفس. وكده خدنا من اللحمة شوربة، وكمان قدمناها بشكل حلو وطعم كمان اجمل. بصوا حتة اللحمة اللهم بارك كانت دايبة دوبان، وشوية الصوص دول بقى جنب شوية رز، مش محتاجين حاجة تانية جنبهم. بصوا اللهم بارك شكلها طبعا بيتحدث عن نفسه. بصوا دوبان اللحمة بقى، طبعا سلقناها كويس قوي. بصولي على الحلاوة كده، اللهم بارك عظمة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم متنسوش اخطوكوا في لايك وشير. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كنت معاكم زهرة الماس، دمتم سالمين في رعاية الله.